السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى يلقاكم في أحسن حال والصحة جيدة والأحوال طيبة إن شاء الله. كما راكم شايفين اليوم غادي نوجدوا واحد المملحات أو فطائر أو مسمنات اللي كيوجدوا بالخف بواحد الحشوة اللي هي لذيذة. أهم حاجة أننا اليوم ما غادي ندلكو ما غادي نعجنو، غادي نوجدوها بالعجين المورق الجاهز. تقدري توجديهم في اخر لحظه كفكره ديال العشاء او الكوتي، كيجيو لذاذ صراحه، والحشوه تجي لذيذه بنينه وسهله وكتوجد بالخف. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. اول حاجه غادي نبدا بها هو انني غادي ندير عندي هنا واحد جوج بصلات متوسطين اللي قطعتهم هكا رقاق على شكل مكعبات صغار. غادي نديرهم، غادي نشحرهم في شويه ديال الزيت. ضفت لهم واحد جوج فصوص ديال الثوم اللي هما مطحونين. من بعد غادي نشحر، غنخلي هذيك البصيله ديالي حتى غادي تنزل مزيان. صافي قطعت هنا عندي شويه ديال الصدر ديال الدجاج، تقدروا تضيفوا لهم اي حاجه كانت متوفره عندكم. المهم انا ضفت الصدر ديال الدجاج، تقدروا ديروا لهم الكروفيت اولا اي حاجه متوفره. المهم الحشوه تتبقى على حسب الموجود في الدار، على حسب الاختيار. غادي نتبل هذه الحشوه ديالي بشويه ديال التحميره، بابريكا وشويه ديال البزار. غادي نضيف واحد شويه ديال الثوم بودره، وعندي هنا التوابل ديال الدجاج. غنضيف واحد معلقه ديال التوابل ديال الدجاج الا كانوا متوفرين، الا ما كانوش متوفرين تقدروا تستغناو عليهم، وشويه ديال الملح. صافي نخلي هذيك الدجاجه عندي. المهم العافيه تكون مجهده، انا بغيت هذاك الشيء يتشحر على عافيه مجهده. صافي غادي يطيب لي هذاك الدجاج. قطعت هذوك المكعبات صغار باش يدخل لهم الطياب بالخف. صافي في هذا الاثناء هذا راه طاب لي الدجاج. غادي نضيف ليه واحد شويه ديال الزيتون مقطع، ونضيف شويه ديال الربيع. هكذا صافي الحشوه ديالي راهي واجده. غادي نطفي عليها وغادي نديرها في واحد لوبول. بغيتها تبرد واحد شويه قبل ما نبدا نخدم بها، خصها تبرد واحد شويه. عندي هنايا ضفت شويه ديال الجبن هكا الكريمي. عندي انا هذا الجبن هذا اللي منسم بالاعشاب. صافي وضفت الموتزاريلا وغادي نخلط. وهذه هي الحشوه اللي غادي نعمر بها هذوك المسمنات ديالي. عندي هنا هاد البلاكات تقدروا تقطعوها على 6. الا بغيتوا الفطائر يجيكم صغار، انا قطعتها على 4 باش يجوني شويه كبار. صافي غنحط الحشوه ديالي بعد ما بردات، غنحطها بحال هكا في الوسط. صافي غنجمع عليها ساهله، غنجمع عليها دوك الجنيبات بحال هكا، نحاول نضغط عليهم من الاطراف بحال هكا باش تسد. صراحه كتجي ساهله. صافي في هذا الاثناء هذا راه سخنت الفران، لازم يكون سخون الفران، ندخلهم على فران سخون. المهم انا سخنت الفران على 180 درجه غير من التحت بالفرفاره حتى غادي يطيبوا لي مزيان. وعاد غادي نشعل عليهم الفوق. لا بغيتهم يتحمروا لا ما تحمروش. صافي جبت بلاكه واحده اخرى. انا هنا درت 8 ديال القطع، خرجوا لي 8 ديال القطع من هاد جوج ديال العجينه المورقه، جوج ديال لي بلاك. صافي وغادي نكمل بنفس الطريقه. الحشوار ما كتخرج ما والو، واخا ما تكونش مسدوده مزيان، المهم راه كتبقى لداخل.
صافي في اللاطه اللي غتدخل الفران انا درت فيها البابي كويسون صافي وحطيتهم. من بعد غادي نجيب واحد الصفر بيضه اللي زدت عليه واحد شويه ديال الحليب وشويه ديال صلصه الصوجا. قبل ما ندهنهم المهم انا زكيت في هذاك الوسط، زينتهم هكا بالزيتون، زيتونه كحله في الوسط. صافي وهذا الخليط ديال الصفر بيضه مع شويه ديال الحليب وشويه ديال صلصه الصوجا غندوز عليهم من الفوق. وغادي نضيف شويه ديال الجبن من الفوق هكا تعطي واحد المنظر زوين. ملي كيذوب عليهم تيتحمر هذاك الجبن هذاك من الفوق كيعطيهم واحد المنظر واللذه تجي يا سلام. صافي انا خداو ليا واحد 25 دقيقه في الفران. من بعد ما تحمروا هكا تشوفوا ملا كان باقي ناقصهم التحمر من الفوق تشعلوا عليهم من الفوق. انا صراحه الفران عندي طيبهم من الفوق ومن التحت كيجيو رائعين صراحه ووجدوا بالخف ولذاذ. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم.